السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هادو فيطام أعمار ديال 35 يوم. غادي ندوي عليكم على الرحلة ملي الله تزادو حتى لدابا. كاين اللي ما كيعرفش يعني كيفاش تتعامل مع صغار الأرانب منذ الولادة حتى الفيطام. أول يوم ديال الولادة يعني بعد ما كتولدهم بالأم ديالهم، كتتعامل معاهم بالرضاعة الحبيسة. يعني كتخلي الأم ديالهم تدخل عندهم كل 24 ساعة في الليل ولا في الصباح، ولا كاين اللي كيتعامل بالنظام ديال جوج مرات في النهار. يعني كل 12 ساعة كيدخل الأم ديالهم ترضعهم وكيسد الولادة على هاد الشكل. نشرح لكم على هادي دابا. الله حيت ليهم الولادة ومازال غنفرقهم ان شاء الله على جوج، باش يعني ياخدوا الراحة ديالهم في العلف وما يتزاحموش. هذا هو العلف. نشرح لكم هنا كل 24 ساعة كتحل الولادة، كتكون مسدودة، كتحل كتدخل عندهم الأم ديالهم ترضعهم وكتخرج. هادو تما الفيطام باقيين ما وصلوش 35 يوم، باقي ما فطمتهمش. هذه هي الرضاعة الحبيسة. ولا كان جوج مرات في النهار كتحل عليهم في الصباح يرضعوا، ترجع تسد الولادة على هاد الشكل، وفي الليل تاني كتحل عليهم يرضعوا، ترجع تسد تخرج الأم وتسد. في العمر ديال 21 يوم كيوليو الأرانب يعني كيخرجوا مع الأم ديالهم كيرضعوا بحال هاد الشكل هذا، كيرضعوا وفي نفس الوقت كياكلوا العلف. هنا كيبداو كيتزادوا في النمو ديالهم، كتعطيهم مضاد سموم. مضاد السموم راه ضروري. هيباتيك هذا نوريه لكم. كتعطيهم مضاد سموم، يعني راه كتبع تريطمون ديال مرة في السيمانة ولا 3 المرات متابعين 3 ايام في 15 يوم. من الاحسن دير مرة في السيمانة، يعني ما كتبقاش يعني كتبقاش تحسب مرة في السيمانة. مثلا نهار الحد، انا نهار الحد كندير لهم مضاد سموم في الماء كل سنتيم في ايطرو. مثلا 10 ايطرو، هاد البيدوزة فيها 10 ايطرو، كتستعمل لهم 10 سنتيم، وكتحاول تبدلو النهار الاخر. حيت ملي كدوز 12 ساعة داك مضاد السموم ما كيبقاش عندو ديك ولا كيولي يعني فيه شي مواد اخرى الى اخره. من الاحسن تبدل لهم الماء، ترد لهم الماء عادي. قلنا في 21 يوم كيخرجوا ولا كتحل ولا كتخلي النظام مفتوح على هاد الشكل هذا. النظام كيبقى مفتوح، كيخرجوا يشربوا العلف ولا ياكلوا العلف، كيشربوا الماء وكيرضعوا مع الام ديالهم. الماء كيكون فيه مضاد سموم قلنا من السيمانه للسيمانه. انا هادشي اللي كنشرح لكم راه من الاول حتى الاخر، ما غتحتاجوا والو من بعد. والكميه ديال العلف بحال مثلا الام على حساب عاوتاني الوزن ديالها، على حساب الوزن ديالها كتعطيها ملي كتكون يعني الله كترضع باقيين صغار، كتعطيها واحد 300 غرام. في الصباح لقيتي العلافه خاويه كتزيد واحد 50 غرام. من بعد ما كيبداو يخرجوا مع الام ديالهم كتحسب ليهم واحد 10 غرام الواحد. مثلا هما 80 غرام، تزيد على ديك 300 غرام، وكتبدا تزيد بشويه بشويه. كل 3 ايام كتزيد هذيك 10 غرام ولا هذه، باش كتوصل لهاد القد هذا يوليو ياكلوا 40 غرام. في العمر ديال 35 يوم يعني ملي تفطمهم يوليو ياكلوا 40 غرام. 40 غرام يعني في 8 كاين 40 غرام قلنا في 8، 40 غرام في 8 360 غرام. يعني كتعطيها ليهم في الصباح كتلقى العلافة خاوية، كتزيدهم واحد 100 غرام ولا هادي وراه كافية. من الأحسن العلف راه النظام ديالو راه هدرنا عليه قبل، مرة وحدة في النهار، يعني في الليل ولا في الصباح. بحال دابا الفصل ديال الشتاء الحال بارد،
ما كيهمش يعني الصباح ولا الليل. كتختار الوقت اللي تكون يعني مسالي فيه، كتدخل هاد الارانب ديالك كتعطيهم وقت، كتعطيهم العلف مره وحده باش كيبقاو يهضموا ديك 24 ساعه، وكتعطيهم التبن. يعني ما كتخليهمش جيعانين. كاين اللي يقول لك واش كتعطيهم غير وجبه وحده، بغيتي تزيدهم واحد 100 غرام ولا هادي بحال هاد الشكل. ومن الاحسن تعطيهم التبن فيه الالياف، كيرضى كيهضم، كيخوي ليهم هذاك الكرش ديالهم من كيخليش التخمر ديال العلف. يعني من الاحسن تعطيهم التبن. وفي الليل كترجع تعاود ثاني تعطيهم نفس الوجبه، كتبقى تزيد معاهم بشويه بشويه حتى كيوصلوا 2 كيلو. يعني غتوصل معاهم، كنتي كتعطيهم 40 شويه طلع ل50، حد 3 ايام ولا هذا طلع ل60، باش ملي تجي شهر ان شاء الله تكون كتعطيهم واحد بين 100 غرام حتى 120 غرام. هادو هما الفيطام. قلنا في العمر ديال الفيطام 35 يوم كتحايد عليهم الام ديالهم راه عزلتها، والحاليا راه مزاحمين. يعني الله حيدت عليهم الولاده، غادي نفرقهم على 2 بحال 8. غندير كل ربعه في عين باش ما يتزاحموش في العلف، ياكلوا على راحتهم وشي ما يضيعش. خصوصا الا كانت الام ديالهم ملقحه، الا كانت ملقحه يعني غدير بحساب تلقحها في النهار العاشر باش تفطمهم على 35 يوم. وملي تحايد عليهم الام ديالهم غتبقى لها واحد 10 ايام ولا هادي حتى هي تلقى راحتها، تسترجع الطاقه ديالها، تسترجع الصحه ديالها، وتوجد الولاده الجايه. هادو هما الفيطام تبارك الله. غنوريكم في العمر ديال 35 يوم ولا كانت عندكم سلاله بحال هذه تبارك الله شحال غادي يكون عندها في الوزن. نقادو الميزان. كاملين كيلو، كاين اللي كيلو 100، كاين اللي كيلو 200. هذا دابا راه كيلو و190، قول كيلو و200. البابيون هذا كيلو 170. يعني بسهولة ان شاء الله غادي تولي فيهم 2 كيلو من هنا لشهرين، ملي تكون عندهم شهرين كيلو 200. وديك الساعة ان شاء الله غادي يكون البيع، واللي بغى شي حاجة مرحبا. احسن السلالات، يعني الاب ديالهم راه بابيون عملاق، يعني شاري للثمن، وان شاء الله غيبقاو باحسن ثمن ان شاء الله. الريكس كيلو 60. يعني كاملين تبارك الله فيهم اوزان كبيرة. المهم كاملين فايتين كيلو، وكاين اللي كيلو 200 بحال هاد البلجيكي هو راه كيلو 200. كاين هنا بابيون اسود تا هو كيلو تقريبا 200. وهذا هو النجاح ديال المشروع. في العمر ديال 35 يوم خاصهم يكونوا وصلوا كيلو. ملي كيوصلوا كيلو ولا كيفوتوا كيلو راه كيكونوا رادعين مزيان، كيكونوا يعني خايدين الحق ديالهم في الرضاعه مزيان، واكلين مزيان، الجهاز الهضمي ديالهم كتامل. يعني ما غتلقاش معاهم مشكل ديال انتفاخ ولا مشاكل هضميه ولا اسهال، غادي يكونوا في صحه مزيانه. كان هذا هو الفيديو ديال اليوم. نتمنى نكون يعني وصلت لكم معلومه على حقه وطريقه. بقى خاصكم شي حاجه ولا عندكم شي لبس خليو التعليقات ديالكم. اشتركوا في القناه وديروا لايك لهذا الفيديو باش يوصل لاكبر عدد ديال الناس. نتلاقاو في الفيديو جديد ان شاء الله، والله يعاونكم.